والله الرجالة ما بالقسوة اللي بتتوصف بيها، الرجالة محتاجين يتحبوا بالطريقة الصح. كان في وقت كده من الأوقات الرجالة فيه كانت بتحب بجد، الراجل كان ممكن يضحي بنفسه، يتقتل عشان البنت اللي بيحبها، مش زي الأيام اللي احنا فيها دلوقتي الراجل بيتسلى وبيلعب. طب ايه اللي حصل؟ بعد كل علاقة بيدخل فيها بيبقى فيها كسرة أو خذلان ليه، بقى يفكر ألف مرة قبل ما يدخل أي علاقة جديدة، ولو دخل علاقة جديدة بيفضل سايب مساحة أمان عشان لو اتكسرت أفضل تمام. وهنا الصورة الغلط اللي بتتاخد عن الرجالة، الراجل بيبان بعد الفراق إنه شخص قوي جدا ومش فارق له الفراق، وده بسبب مساحة الأمان اللي عملها في العلاقة قبل ما يدخلها، وعمل مساحة الأمان دي بسبب الكسرة اللي شافها قبل كده. كل مرة كان بيبقى صادق فيها كان بيكسر جواه حاجة، اتزرع جوانا خوف من التكرار. الراجل لما بيتأذي في علاقة ما بيعيطش قدام الناس، هو بيقفل على وجعه وبيفضل سايبه جواه. بقى شايف الحب مغامرة فيها احتمال كبير جدا إنه يخسر نفسه، فبقى يحسبها بالعقل، هو أنا هدي وأتعب وأضحي وأهتم وفي الآخر كل ده يروح في الفاضي؟ طب ليه أوجع نفسي من البداية؟ خليني سايب مساحة أمان. في سر مهم جدا نعرفه عن الرجالة، هتقابل رجالة كتير جدا في حياتك بيخرج وبيتفسح وبيتكلم وبيضحك، بس بيبقى جواه شخص واقف مكانه من زمان، وقف عند آخر مرة كان فيها صادق وآخر مرة فيها اتوجع. مش كل الرجالة اللي بتلعب اليومين دول رجالة جبانة وما بتحبش، فيهم رجالة كتير جدا بيبقى عندهم الشجاعة الكافية انهم يعترفوا ويقولوا احنا مش قادرين نحب تاني او خايفين نحب تاني. والله الرجالة ما بالقسوة اللي بتتوصف بيها، الرجالة محتاجين يتحبوا بالطريقة الصح، الطريقة اللي تقدر تحول راجل مقسوم نصين لطفل صغير بيحب، بس كده.